تخيل ان الاهلي كان محتاج 30 سنة عشان ياخد طاره من الزمالك. ايوه بالظبط كده، لان اول واخر مباراة جمعت ما بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي كانت سنة 1994، وساعتها فاز الزمالك بهدف لايمن منصور وتوج باول لقب سوبر افريقي في تاريخه. وبسبب المدة الزمنية الطويلة دي واضح ان الماتش مهم. صحيح اي ماتش ما بين الاهلي والزمالك بيكون ماتش مهم جدا، بس ماتش السوبر ليه أهمية خاصة، وعلشان كده الاستعدادات بين الفريقين بدأت بدري جدا. تقريبا من تاني يوم حصل كل فريق فيهم على لقب بطولته. فيعني مثلا الأهلي بدأ تدعيم صفوفه بفتح خطوط اتصال مع المدافع يحيى عطية الله، اللي المفروض انه هيجي الاهلي عشان يعوض غياب علي معلول المصاب بقاله مده، وواضح كده انه لسه مصاب لمده تانية اطول. كمان اتعاقد مع المغربي اشرف داري لتعويض رحيل محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي، والخطوه دي كانت مهمه جدا، خصوصا ان الاهلي فسخ التعاقد مع محمود متولي كثير الاصابات. الاهلي كمان عزز موقفه الدفاعي بالتعاقد مع القطري المصري يوسف ايمن. والخطوة دي ما كانتش بس عشان السوبر، الخطوة دي ليها علاقة بان الاهلي داخل على ارتباطات دولية كتير، منها يعني على سبيل المثال كاس الانتركونتيننت. واخيرا الاهلي قدر يعوض غياب اليو ديانج بالتعاقد مع عمر الساعي علشان يكون الضلع الثالث في وسط الملعب جنب مروان عطية وامام عاشور. يمكن الاهلي اغفل تدعيم خط هجومه واكتفى بوسام ابو علي اللي اثبت حضوره في وقت قياسي جنب محمود كهربا اللي مستواه متذبذب بشكل غير مبرر. على الناحية التانية الزمالك رغم أزمته المادية والقانونية إلا إنه قدر يدعم صفوفه رغم الإمكانيات المحدودة المتاحة ليه، فوقع مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج والمغربي محمود بن تايج والبولندي كونراد ماشلك، ده غير محمد حمدي والتوقيع مع السنغالي سيدي نداي تحت السن. المباراة هتتلعب على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الجاية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة طبعا، وده يعتبر خامس نهائي يتلعب بره القارة من موسم 2019-2020، واللي كان اتلعب في قطر على ملعب ثاني بن جاسم. كان طرفين النهائي الرجاء المغربي والترجي التونسي، وفاز يومها الرجاء بنتيجة 2-1. المباراة بيقودها الليبي معتز إبراهيم، واللي كان أدار مباراة ما بين الأهلي والوداد في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز يومها الأهلي بنتيجة 2-1. كابتن معتز بدأ رحلته مع التحكيم الدولي في موسم 2019-2020. أما آخر المباريات اللي أدارها كانت يوم 10 سبتمبر ما بين الراس الأخضر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وفاز الراس الأخضر بنتيجة 3-0. أما آخر لقاء فكان يوم 15 سبتمبر ما بين استاد أبيجان الإيفواري وميلول غيني، وفاز استاد أبيجان بنتيجة 2-0. مباريات الأهلي والزمالك مستحيل التكهن بيها، وكلنا عارفين إنه مهما كان الورق بيقول إن في فرقة أتقل من فرقة، إلا إن لعيبة الأهلي والزمالك بيبقى ليهم رأي تاني خالص أول ما يسمعوا صفارة الحكم.